السلام عليكم. قصتنا اللي هنحكيها النهاردة مستوحاة من قصة حقيقية، قصة سر اختفاء الكتيبة 82. حضر مشروبك المفضل ويلا بينا نحكي التفاصيل. في قلب الحرب السورية في جبال مظلمة صدرت أوامر لكتيبة كاملة بالتحرك نحو قرية مهجورة قريبة من الحدود. المهمة كانت عادية جدا، تفتيش سريع ورجوع، لكن اللي حصل هناك حول المهمة لكابوس محدش قدر يفسره. الكتيبة دخلت القرية في حدود الساعة 5 مساء. شافوا بيوت مهدمة وحيطان عليها كتابات قديمة وغريبة، والهوا تقيل كأن المكان بيخنقهم. القائد حسام رفع ايده وقال: ركزوا يا رجالة، المهمة دي شكلها مش سهلة. أول جندي بدأت أعصابه تتهز وقال: يا سيادة القائد، الناس بتقول اللي بيدخل القرية دي ما بيرجعش. القائد حسام اتعصب وقال: احنا مش جايين نسمع خرافات، نفذوا الأوامر. ومع أول خطوة في عمق القرية الجنود سمعوا صوت صفير قوي جاية من كل اتجاه. فجأة جندي اسمه مروان كان ماشي وسط الطابور اختفى. مفيش صرخة، مفيش صوت، بس آثار الأقدام بتاعته وقفت فجأة في نص الطريق. الكل وقف مذهول والهدوء سيطر عليهم. الليل كساه الظلام والجنود قرروا يباتوا في بيت كبير نصه متهدم. ولعوا نار صغيرة وكل واحد ماسك سلاحه، لكن سامر صحي في نص الليل على همسات أصوات طالعة من تحت الأرض بلغة مش مفهومة. صحى صاحبه فادي، ولما حاول يفتحوا باب البدروم فجأة الباب اتفتح لوحده وإيد سودا غامقة شدت فادي لجوه. صرخاته رجت البيت كله، لكن لما نوروا الكشاف داخل البدروم ما كانش فيه أي شيء غير ظلام حالك وهدوء مرعب. الجنود اتجننوا وقرروا يسيبوا البيت ويكملوا مشي وسط القرية. وهنا بدأت المغامرة تتحول لرعب. أصوات خطوات حوالين الطابور لكن محدش ظاهر. واحد من الجنود وقع، وأول ما حاول يقوم الحيطان اللي جنبه اتحركت كأنها حية وابتلعته جوه الطوب قدام عينيهم. الجندي سامر بدأ يصرخ ويقول المكان ده مش طبيعي، لكن القائد حسام حاول يسيطر وقال ثبات وافتحوا النار. أصوات الرصاص رجت الشوارع الضيقة والبيوت القديمة المهدمة، لكن الرصاص كان بيعدي من خلال الظلال اللي بتتحرك. أجسام سريعة بتظهر وتختفي كأنها دخان بس ليه روح. الكتيبة اتفرقت وسط الجنون اللي حصل. مجموعة جريت ناحية البيت القديم اللي في آخر القرية. جوه لقوا كتابات مرسومة على الجدران برموز غريبة كأنها تعويذة. واحد حاول يقرأ منها بصوت عالي، وفجأة البيت كله اتهز وأرضيته اتفتحت وابتلعته قدامهم. المجموعة التانية راحت ناحية البير اللي في نص القرية. كانوا عطشانين ومرهقين. لما واحد قرب وبيبص في البير سمع صوت صرخة من جوه المية: انقذوني. الجندي مد ايده، لكن فجأة اتسحب هو نفسه لجوه البير والمية رجعت تهدى كأن حاجة ما حصلتش. اللي فاضل من الكتيبة جري في كل اتجاه. القائد حسام نفسه وقف في نص الشارع وصرخ: اطلعوا ورونا نفسكم يا جبنة. فجأة الظلال كلها ظهرت قدامه محوطاه من كل جانب. رفع سلاحه وضرب نار بشكل هستيري، لكن ولا طلقة جابت نتيجة. آخر مشهد اتشاف ليه كانت الظلال وهي بتغطيه بالكامل لحد ما اختفى زي الباقيين. سامر الناجي الوحيد كان بيجري بين البيوت لحد ما لقي فتحة صغيرة في سور قديم وخرج منها. جري في الجبال أيام من غير أكل ولا شرب لحد ما وصل للقيادة. لما سألوه فين الكتيبة سامر كان مرعوب وعينيه حمرة من السهر وصوته مبحوح: أنا شفت الحيطان وهي بتبلع زمايلي، شفت الأرض وهي بتتفتح وبتاخدهم، شفت البير وهو بيشد العساكر جواه. اللي هناك مش بشر، دي كائنات من عالم تاني. القيادة حاولت تكتم عن القصة وقالت إن الكتيبة وقعت في كمين لمسلحين، لكن الوثائق اللي اتسجلت وقتها قالت حاجة تانية: مفيش جثة ومفيش أثر. الكتيبة اتبخرت من الوجود، ومن يومها الجنود أطلقوا على المكان ده اسم القرية الملعونة، المكان اللي ابتلع كتيبة كاملة من غير ما يسيب وراه أي أثر غير قصة مرعبة بيحكيها الناجي الوحيد سامر. وبكده خلصت قصتنا، أتمنى تكون عجبتكم.
أتمنى لكم الخير.